برشلونة وبايرن ميونخ في ربع نهائي دوري الابطال 2009. لو ما شفتش متعة برشلونة في 2009 فانا هوثق لك البطولة دي من اولها لاخرها. لايك وصلي على حبيبك وتعال نشوف برشلونة عملت ايه. من البداية تيكي تاكا من برشلونة وكرة اولى من تشافي هنري ويعدي الحارس ولكن يخرجها الدفاع في اخر لحظة. التانية من ميسي وتخبط في الدفاع وتطلع بره، وعلى رأي المثل التالتة تابتة. وميسي بمنتهى الهدوء يسجل الاول في شباك بايرن ميونخ، كرة باسيست من ايتو لميسي، وميسي بيقبل الهدية وبيسجل الاول لبرشلونة. فريق مرعب بقيادة افضل مدرب في العالم ومقدم متعة كروية في اول 10 دقايق. بس استنى عشان لسه الطريق طويل لنهائي الابطال، فالمتعة لسه جاية. وهنا ميسي بيرجع الهدية لايتو وبيقول له خالصين يا رجولة، وبيحط ايتو الهدف الثاني في شباك بايرن ميونخ. وحرفيا برشلونة في 2009 كانت فريق مرعب، مفيش فريق في العالم يتمنى مواجهته بسبب طريقة لعبه والتيكي تاكا اللي كان مشهور بيها وقتها. وهنا ضربة جزاء لميسي والحكم ما يحسبش حاجة، وكمان بيدي كارت اصفر لميسي. برشلونة بتاكل البايرن، والمرة دي الجهة الشمال تشتغل ومن انيستا لهنري ولكن جنب القائم. برشلونة بتجرب بكل الطرق ومن ميسي لايتو وبتروح فوق المرمى، وبرشلونة تستاهل هدفين كمان على الاقل.